الخلاصة، أي شغل فيه إبداع، تعامل إنساني مع البشر، أو فهم معقد حبتين، صعب الذكاء الاصطناعي يستبدلهم. يعني أي حاجة فيها تعامل إنساني زي المشاعر أو ما شابه، ده ما ينفعش الذكاء الاصطناعي يستبدلهم أو يبقى مكانهم. طبعا البرمجة وكل الوظائف دي لازم تبحث عنها، لأني أنا بقولك الوظائف اللي تقدر تشتغل فيها أو الذكاء الاصطناعي مش هيستبدلهم. فكل اللي عليك هتخش على اليوتيوب وتبحث عن مجالات البرمجة وازاي تبدأ فيها وازاي تقدر تطور نفسك فيها وتخليها تساعدك في شغلك. هتلاقي فيديوهات كتيرة جدا لناس عندها خبرة وهيدوك طريق تمشي عليه عشان تتقن اي مجال. وصلنا لفقرة الكوت، والكوت من عندي انا بيقول: شارك الذكاء الاصطناعي، ما تخليهوش يستبدلك. بس كده. لو تعرف او شايف وظائف معينة الذكاء الاصطناعي مستحيل يستبدله، اكتب لي تحت في التعليقات واديني رأيك. هل ممكن فعلا الذكاء الاصطناعي يستبدل اي حاجة؟ اكتب لي رأيك في التعليقات تحت.